التحية يمدو كان مرة. في الحقيقة توغا فيديو مبرمج التزقومي حوما ثقيغ، ولكن تقانتيد بعض الظروف شمارت تبدنت حاجز ذي لقائنا أكيوم. المهم بعجالة نش الزغ الترقغ المسألة الإحصاء ما نتعقرم توقيغ التزقومي يجن المباشر السيور غذايس نيغ بأنه كنتيجة السياسية يتقن الإقصاء. قال هدف الناس هو الإقصاء في مازيغت، هو الهدف الناس هو تبين بأن نشين أقلية وبأن التمثيلية الناس داخل المجتمع المغربي يجن تمثيلية ضعيفة جدا، وبالتالي يعني قال الأصوات يتنادان سرد الاعتبار الهوية أخمي إيش أصوات شاذة. الهدف الناس يعني المزايدة فقط، زكيش القضية إجا وغاسبوج الأساس وغاسبوج الاهتمام زي الشعب المغربي عموما. غريب أن الإحصائيات رغم أنه يوذان يكسيورغ وفي الأغلبية قام بأنه حتى الأسئلة يوذان يوسين يتقن الإحصاء وهنسقسان بولا أسئلة ينتف بأنه الوزارة تجاوب خاص نتقارش أو الدقيق أقل ناطقون أقل متعلمون، يعني ذني تناقضات واضحة مما يعني أن الإحصاء توغف إحصاء إيديولوجي، يعني الهدف نستمرير يجن إيديولوجية معينة على حساب حقيقة الأرض. ذماني يجعلن على أنه نتشكك ذي الأخرقة مني، لأن أولا ما مشنا بأنه يوذان يسهر نخمانيني وجنبو أسئلة حقيقية، ومنايا يدل على أنه تغل هدف الناس هو طمس يعني حقائق إتجان على أرض الواقع من أجل خدمة إيديولوجية معينة. وذكيش الجانب في الحقيقة أثيرت عاوذ بعض القضايا انتفج حملة خطيرة. الهدف الناس هو قمع الرأي إجا مخالف. ندقق بأن قوة الدول الديمقراطية ذي الاختلاف الناس ذي التنوع الناس ذي الآراء المختلفة ذي التيارات المتناقضة، ولكن إنفواق مغنف بأنه شن الدولة تحاول ما أمكن أتجعل التيار العام يخدم يجن السياسة يجن التوجه إيديولوجية، تسن بأن الدولة دولة ديكتاتورية، وبأن الهدف نص ترهيب الآراء المختلفة. منايا انت في ثطاس يعني انت في الحملة للأسف الحملة تقود انت بعض العناصر شن الذباب إلكتروني خرج الآراء إجا مثلا نشين ديال الوقت يتجزس نفتخر لأن غناء، لأن الرأي خمين في الاختلاف يجي مسألة صحية، لأن خمي توقع النقاش صحي، وبالعكس يخدم مناخ التنفيذ الديمقراطية الحقيقية. ذي نيجي المسألة نغني لأن تعود على أنه دار بعض تخصص بعض يعني رؤوس الأقلام في بعض المواضيع رخوذيني بعض غريب أنه فاحن يعني يبروز قوى ظلامية ذي جيجن الدولة، يعني غنركز مناخ سدتيني الارتباط غا العالم الثالث. فهمت فاحن أنه تولى يجن قيادة
ثافع الشعار الديني تولى مسؤوليه نسير الدوله سوريا. منايا بطبيعه الحال لا ازكي النظام البعثي يتوغا وردني ميمشني بانه انتدي فرزن التيارات الارهابيه التيارات المتشدده ما يمي، لان توغا يعزو ذي مرر يجن خطاب وحدث خطاب معين، ولن يروح غير المساله بانه يعني يتقدس الايديولوجيه يفرض الشعب، مما يعني انه الشعب اللي ينتفض خميت يتنتفض بشكل اعمى. والخطير في الامر انه يعني نسن بانه خميت نتاعش التيارات الدينيه تنتعش غالبا كيجن البيئه تيري ذي نسبه الاميه مرتفعه، وتيري محرومه النقاش الديمقراطي تيري والصين نشا محرومه الزيس. لذا طبيعي انه هذه تم دغدغه العواطف وأتوضهان أتبرزن غا الوجود، خاصة أن الخطاب نصن تغيب ناخل المظلومية في الطهارة. ما معنى المظلومية في الطهارة؟ بمعنى أنه كأنه من هنا غاس الحلول لجميع المسائل، وبأنه لأن ما يمي المصدر نص رباني، وبأن مرة يوذن يتعتمد نخل المصادر البشرية تقذنتن، لأنني هنا غاس حقيقة مطلقة ومنايا مخالف ومنافي الواقع. الواقع يعني سواء على يعني دروس التاريخ برهن على انه يستحيل ان مملكه الرب فوق الارض، لان الدين مرتبط بالجانب الروحي، ولكن وجبوس الجانب السياسي يتجا يعني لغى الرأي الآخر، يتذكر مار الآراء تخدم يجن توجه وني يتغينا قبل المآل النس بطبيعة الحال معروف. ويعني المآل النس هو أنه غادي يتعرض تعسف الاضطهاد من قبل إني غادجا الأفكار الشمولية الأحادية. تينا بعض النقاط بعجالة في الحقيقة، يعني تغا شغر تسمى الرأي العام العموم كشي غادي يستنتج وجهة نظر، وبطبيعة الحال ودعي بأنه ودعي غشان الشعرية الحقيقة وثا وجهة نظر قابلة للصواب قابلة للخطأ، والمتلقي غاس كامل الحرية حما أذي قيم الرأيين. والسلام عليكم وشكرا.